انا سمعنا الفتره اللي فاتت عن صفقه حامد حمدان. هل انت شايف ان هو البديل المناسب لاليو ديانج في الفتره الحاليه؟ انا شايف دلوقتي ان اليو ديانج ملوش بديل لا في افريقيا ولا في مصر. حامد حمدان لو هو جه هيبقى انت قللت الكواليتي بتاعت خط الوسط. لعيب كويس بس مش زي اليو ديانج. حاجه برضه منين بيودي على فين. حامد حمدان لما دخل مصر الدوري المصري كان عن طريق الاهلي، والاهلي كان متعاقد معاه، واللاعب طلع قبل كده في لقاء تلفزيوني موجود كان بيفتخر ان مسؤولين الزمالك كانوا عايزين يجيبوه الزمالك، وهو قال ان هو كان بيهرب من بتوع الزمالك وغير خط تليفونه والكلام ده كله. ظهر فجاه ان هو راح مع بتروجيت، مستواه ظهر فجاه تاني، اسمه اتقال تاني من اول وجديد. فمسؤول طلع كلام ان الزمالك عايزه. بعد ما طلع كلام ان الزمالك عايزه طلع كلام بقوه اخر يومين ان الاهلي بيتفاوض معاه وبتروجيت من الاخر عايز يبيعه للاهلي. اللاعب كويس بس انت مثلا ما تبقاش مثلا بعت. انا مش عارف اجيبها ازاي. انا مش عايزك تقارنه باليو ديانج يا محمد لانه هيبقى ظلم لاي حد. لكن بنقول في الادوار اللي هيلعبها هو ممكن يكون مثلا نسخه كده برو او لايت من مروان عطيه. لكن هل انت مع ان انا اجيب حامد حمدان؟ لا، لو انا الصراحه لو الامر في ايدك، لو الامر في ايدي هقعد اليو ديانج باي طريقه وما اجيبش حد، وحامد حمدان يتوكل على الله. صح. انا برضو مع الراي ده. انا ما فيش لعيب هيعوض لي اليو ديانج، لكن الولد حامد حمدان عشان نديله حقه هو كويس. هو انا ما قلتش عليه لعيب قليل، هو كويس بس لا يقارن بديانج بالظبط. لكن مش عايزين نحطه في مقارنه، لكن هو كلاعب لعيب كويس، لعيب في نص الملعب، لعيب رايق ولعيب عاقل ولعيب ممكن يعمل ادوار مركبه. قدام الماتش بتاع قدام الاهلي بتاع بتروجيت الاهلي كان هو نجم الماتش ولعب فعلا ماتش قوي. الراجل زاد لحد ما بيلعب بالكره بالهيد، هو قوي جدا قوي جدا. بيزيد كمان في الادوار الهجوميه، ليه ادوار هجوميه فعاله في الملعب واقف على رجله، ده حقيقي. فهو عشان ما نبخسوش حقه ما نقللش منه، هو الواد ممتاز، لكن عشان ما نظلموش ما تحطوش في مقارنه مع اليو ديانج. تمام.